العالم كله اتصدم في تقرير قوي جدا في التلفزيون الجزائري اتهم الإمارات بأنها دولة لقيطة ودولة مصطنعة وبأنها إمارات الشر وبأنها بتدمر وبتنشر الشر في البلدان العربية وبتحاول أن تدمر الوحدة الجزائرية وتمحو الثقافة والهوية الجزائرية، وإن ده أمر غير مقبول وأن الجزائر سترد الصعصعين. اتكلم الراجل محمد بالغيث عن الأمازيغية وقال إن الأمازيغية دي مش موجودة، دي عبارة عن مؤامرة فرنسية صهيونية، وإنه الأصل بتاع أهل الجزائر والمغرب العربي إن هم بربر وأصلهم عرب وما فيش حاجة اسمها أمازيغية. الكلام اللي حصل أثار عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي، دخل على الخط أنور جرجاش الوزير الإماراتي ودخل معاه مجموعة من المغردين، قال لك إذا أنت مش عارف خطبت السفيه، إذا خطبك السفيه فلم تجبه، مش عارف إيه، وبدأوا يشتموا الجزائر. ريد الإمارات المقربين من السلطة يقولوا إنه إيه، فين الجزائر وفين الإمارات.